لو شفت الفري كيك دي وحاسس ان مسار الكورة غريب ومش مقنع فعادي جدا، انت مش لوحدك. تكنيك الناكل بول ده حير الناس كلها لدرجة ان ناسا بنفسها اتدخلت في الموضوع عشان تحله. كلنا فاكرين ان كرة القدم لازم تكون مدورة، صح؟ في 2010 اديداس عملت اول كرة قدم perfectly round، يعني مدورة صح الصح، مدورة جدا. ودي كانت اول واخر مرة اديداس تعملها، لانهم اكتشفوا ان كل ما لاعب يشوط الكرة بتاخد مسار عشوائي جدا، وصعب جدا ان حارس المرمى يتنبأ بيها، وغالبا مش هيعرف يصدها. محدش كان عارف ده بيحصل ليه لحد ما اديداس كلمت ناسا فهمتهم ان ده طبيعي يحصل لما الكرة تكون مدورة، هتلاقي ان مسارها غير متوقع، وده لان ما بيبقاش في احتكاك بينها وبين الريح، فغالبا بيحصل ظاهرة الناكل بول دي. فحارس المرمى اصلا مش هيقدر يشوفها صح، لان غالبا وهي رايحه له في الطريق بتلف بتويست بتغير مسارها. وعشان كده ما بقوش يعملوا الكور الجديده مدوره بالملي، بقوا يعملوا فيها زي مطبات كده، بحيث ان يبقى فيه دراج فورسز اللي هي قوة السحب بينها وبين الهواء، فتمشي في مسار محدد، مسار واحد، فبالتالي حارس المرمى يعرف يتنبأ بيها، مش يلاقيها فجأة وهي رايحه له غيرت مسارها. لكن لو هي مدورة جدا هتمشي دايما في شكل عشوائي، ودايما هتغير طريقها وهي رايحة لحارس المرمى، وغالبا مش هيعرف يصدها.